نهارات باردين وزينين ويا درا راكم بديتو تصوموا ولا مازلتو؟ على ديك اللي راني جيتكم بطاجين راح ديري بيه حالة سوا في يامات تاع الصوم ولا في شهر رمضان. يلا يا سيدتي ما تراتيش هذه الايامات وابدا يصومي، راني نحفز فيك. احكمي اثنين وخميس الايام البيض هكذا بشوي بشوي حتى انت تلقاي روحك تعودتي على الصوم وفي نفس الوقت راح تدي الاجر والثواب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الوصفة تاع نهار اليوم هي وصفة رمضانية بامتياز، اللي هي طاجين الزيتون بليبولات نتاع الدجاج، ماهيش بالدجاج اللي متعودين عليها. أي بسم الله وعلى بركة الله. في العادة طاجين الزيتون نديروه بطرف نتاع الدجاج ولا الكويس ولا المهم اي جزء من الدجاجه. اليوم راح نديروه بالسكالو. جيبي نص صدر تاع دجاج ورحيه في لاشوار، وراح نزيدو حبه تاع بصل اللي كنت سكرفجتها وصفيتها مليح بالماء نتاعها هكذا باش ما تجريناش وما تطريناش الكفته نتاعنا. زيدي لها شويه تاع دبشه ولا شويه تاع كزبر، ونزيدو لها 3 فصوص تاع ثوم اللي كنت سكرفجتهم ثاني في السكرفاج. عندي 2 مقارف نتاع الشابلور، ورايحين نزيدو من بعد على حساب الحبه نتاع البيض اذا كانت كبيره ولا صغيره. عندي التوابل اللي كانت زنجبيل، كزبر، شويه تاع كركم، شويه تاع فلفل كحل والملح. والتوابل زيدي انت واش حبيتي وانتي والرغبه نتاعك، والتوابل اللي تشتيهم. تقدري تزيدي توابل الدجاج، تقدري تزيدي الثوم بودر، يعني لك الاختيار يا سيدتي. وروحي نحكي لك على البيضه. اذا كانت البيضه نتاعك كبيره ديري نص بيضه وزوج مقارف تاع الشابلور. اذا كانت البيضه نتاعك كبيره ديريها كامله وربع مقارف نتاع الشابلور، خاطر الكميه نتاع الشابلور راح تحددها البيضه نتاعك ولا الحجم نتاع البيضه. روحي خلطي بيدك هكذا مليح وشوفي اذا جاك اذا جاك الحشو نتاعك ولا السكالوب نتاعك ولا الكفته نتاعك طريه ياسر زيدي الشابلور. انا هنا في الاول درت 2 مقارف تاع شابلور وزيدت 2 اخرين. كما قلت لكم الحجم تاع البيضه هو راح يتحكم لكم في الكميه تاع الشابلور. انا راح نزيد شويه تاع الزيت، بالتقريب 2 مقارف تاع زيت رايحه تعطيك ملمس ارطب الكفته نتاعك هذه، وتقدري تكوريها بكل سهوله. كما تقدري تبدلي ولا تعوضي الزيت بالزبده ولا بالسمن. رايحه ندهن يديا بشويه تاع الزيت ونبدا نكور في لي بولات نتاعي تاع سكالوب ولا تاع الكفته. هنا يا سيدتي لك الاختيار، حابه كبيره كبري، حابه ديري الكفته تاعك صغيره صقري، انتي اللي راح تحكمي في الحجم نتاع الكفته نتاعك. انا درتها كما راكم تشوفوا بحجم متوسط، ما هي كبيره ياسر ما هي صغيره ياسر. وانا راح نتوقف شويه ونقول لكم يا البنات استناوني بربي ان شاء الله في الايام المقبله راح نجيب لكم وصفات رمضانيه هايله وراح تكون حصريه بربي ان شاء الله في القناه نتاعي. كي نقول لكم حصريه طلعوا لي الفيديو رحمه على والديكم، على خاطر راح تكون فيهم لمسه فنيه من لمسات ورده البريكيه اللي تعودتوا عليها. ومشيو معايا درك نروحو نقليو الكفته نتاعنا. ندير في المقله شويه نتاع الزيت يا البنات، ما ديروش زيت ياسر وما ديروش زيت قليله، هكذا بهذه الكميه. ولوحي الكفته نتاعك، حاولي ما تعمريش المقله نتاعك. علاه حنعطيك واحد لاستيس هكذا باه ما تضليش تقلبي وتتحرك لك في جهه وفي جهه طيب ياسر وفي جهه لا. هذه الطريقه يعني انا عندي معتمده يا البنات، كل ما ندير الكفته ونقليها في الزيت هذه هي الطريقه نتاعي. خلي برك المقليه نتاعك بالطريقه هذه ديها وجيبيها، راح تمشي لك الكفته نتاعك وتتحرك وتطيب لك اكل بنفس اللون. وهنا ثاني يا سيدتي اذا كنتي حابه الكفته نتاعك تجي حمرا ياسر وباينه خليها تتحمر. اذا كنتي حابتيها نص نص ما تخليهاش تتحمر ياسر. انا هكذا كما راكم تشوفوا خليتها في هذا اللون، يعني ما هي حمرا ياسر ما هي ناقصه. ومن بعد حتزيد الطيب ثاني كما راكم عارفين في لاصوص تاعها شوي راح يروح لها اللون هذا. هيا يا البنات من هذا المنبر راح نشجعكم ونقول لكم هيا نصوموا كل نهار الخميس. اللي بدات ربي عينها واللي ما بداتش ابداي نهار الخميس، هكذا راح تدي اجرين. المهم دوك الكفته نتاعنا هاي ليكم بعد اللي طابت. دوك راح نروحوا نديروا لاصوص نتاعنا، راح نطيبوها في مرقه بيضاء طاجين زيتون عادي جدا يا البنات بصوص بيضاء. راح ندير في المقله نتاعي شويه نتاع الزيت، ومن بعد نجيب حبه نتاع بصله تكون متوسطه، ما تكبروهاش البصله يا البنات، من بعد حتبان تبقى تبان لكم في لاصوص نتاعكم. وحاولي ثاني ترحيها في لاشوار ولا في الروبو هكذا، ولا ميكسيها بالميكسر احسن تسكرفجيها، من بعد حتبقى لك باينه هكذا في لاصوص نتاعك. خليها تقلى شويه ونزيد عليها
3 سنات نتاع ثوم، ثاني سكرفجتهم بنفس الطريقة تاع البصلة. والثوم لا يا البنات حاولوا تقشيهم في لاشوار في زوج مع بعضها. وانا يا البنات ديما في لي صوص بلونش ديما ندير ورقات تاع الرند، هكذا بيعطيونا واحد البنه هايله. وزيدي جوان تاع فلفل، درت زنجبيل، شويه نتاع كزبر، شويه برك نتاع كركم ما تكثروش، وشويه نتاع فلفل الكحل. والتوابل الباب راه هنا مفتوح والمجال مفتوح، يعني انتيا وما حبيتي باش تبلي لاصوص نتاعك هذه. حركهم هكذا مليح ومن بعد راح نمرق. في الاول يا البنات مرقوا شويه برك ما تكثروش. وانا هنا يا البنات كنت راح ندير فيها كويس ولا طرف نتاع دجاج، هكذا خفت تقولوا لي ياسر علينا. درتها لكم بالكفته وحدها كيما تقدروا ديروا الكركاس، العظم هذاك اللي تنحيوه نتاع نتاع سكالوب، ثاني تقدروا تنصبوا به هكذا، يعني ما تجيكمش لاصوص تاعكم هذه صامته، لخاطر الكفته راح نحطوها هي اخر حاجه. وهنا قطعت 3 حبات تاع زروديه يكونوا رقاق ويكونوا صغار كيما هكذا، وزدتهم اللاصوص نتاعنا وخليتهم يتقلاو شويه البنات. قيس 10 دقائق 15 دقيقه هكذاك. ومن بعد حنجيب الكميه تاع الزيتون، الزيتون اللي كنت قليته 3 مرات في الماء نبدل ونعاود نقلي. هنا راح نمرقوا الكميه هذه. قيس ما نقطيو الزيتون نتاعنا ومن بعد نجيبوا الكفته ونحطوها فوق لاصوص هذه. شوفوا يا البنات، هنا بالنسبه للتمراق تاع لاصوص هذه واش ديروا؟ الكميه النسبه ولا العلو تاع الكفته رايحين توصلوا معاه قد قد. هنا لقيتها باللي الكفته جات طلعت لي شويه على لاصوص، حاولي المستوى تاع لاصوص يكون مع الكفته قد قد هكذا باش طيب لك وكل في نفس الجواه، مش من تحت طيب ومن فوق تبقى ناقصه طياب. ومره على مره حركيها هكذا باش طيب لك مليح. ودرك يا سيدتي رايحين نقطيو على الكفته نتاعنا، مره على مره اضربي لها دوره وحركيها، خليها تختار على نار قليله. واربحي درك نتلاقاو في صحن التقديم. وهاي ليك الكفته نتاعنا بعد اللي خلصناها. شوفوا يا البنات انا ما خليتهاش اختارت مليح، حبيتها تجيب لاصوص نتاعها. اذا كنتي حابتيها تختار خليها طول، نقصي عليها وخليها حتى تختار لك. واكيد في الاخر راح نديروا رشه تاع الكزبر ولا رشه تاع المعدنوس، وراح نزينوها بشريحتين نتاع القرص. هيا قولوا لي درك يا البنات، ما بنت كفته ما بنت طاجين الزيتون، سرقنا شويه من الكفته وسرقنا شويه من طاجين الزيتون وجمعناهم في صحن واحد. هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم اللي كانت طاجين الزيتون بالكفته. ان شاء الله يا البنات تكون عجبتكم الوصفه. ما تنساوش ديروا جيم اللي مازالوا ما اشتركوش، يديروا اشتراك ويفعلوا جرس التنبيه باش توصلكم الوصفات القادمه تاعي تاع شهر رمضان الفضيل ولا تاع الصوم المهم. هيا بقاونا على خير وتلاقاو في وصفه جديده باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.